كل واحد فينا بيبقى في حياته كذا فترة انتقالية كده، بالذات في التعليم. يعني احنا مثلا أول فترة انتقالية بنقابلها في حياتنا اللي هي الأولى، اللي هي من الحضانة لأولى ابتدائي، والتانية بالظبط اللي زي النقلة النوعية دي بالظبط هي النقلة بين ثانوي وللجامعة. عارف بالظبط عاملة زي ايه؟ دلوقتي كده انت لسه في ثانوي، وبعدين هنا دخلت الجامعة. مش عارف انت شايف، انت فاهم اللي انا اقصده؟ يعني انت فاهم؟ وهنا دلوقتي انت دلوقتي لسه في الفترة اللي بين ثانوي وبين جامعة، انت دلوقتي واقف في النص بين البتاع ده وبين البتاع ده. ففعلا تمثيل مظبوط جدا جدا ليها. وبصراحة يعني في الفترة دي بالذات أو في أول سنة أو في بداية الجامعة بشكل عام في كذا غلطة كده، يعني معظم الناس فعلا بتقع فيها. ففي 3 حاجات بالظبط لو أنا عدت السنة دي من الأول، فأنا يعني هحاول جدا إن أنا ما أكررهمش تاني، عشان هم فعلا أكتر حاجات ممكن يعني لو ظبطتهم كان مكاني دلوقتي كان هيبقى مختلف. يعني الحاجات اللي أنا حققتها في السنة دي كانت هتبقى مختلفة جدا جدا عن اللي أنا حققتها بالفعل أصلا فيها. فخلينا أقول لك ال3 حاجات دول عشان أنت كمان ما تكررهمش، عشان أنا أصلا إن شاء الله في تانية مش هكررهم. الأول بس خلينا نحط الكاميرا دي على حاجة، عشان إيه ما ينفعش نفضل نروح بين ثانوي وجامعة كده، أصل كده كتير يعني. طيب، هو اول حاجه في الحوار ده وهي المحاضرات. دلوقتي انت ما بقتش بتروح دروس، ما بقاش عندك مدرسين، المدرسين دول بقوا دكاتره وعندك معيدين وبتحضر سكاشن وبتاع. فانت هتلاقي ان الدنيا كلها اتغيرت بالظبط زي ما انت في حضانه كده كنت بتاخد مثلا الف ب، دلوقتي لا، انت داخل في حوار تاني. الدنيا بقت بالانجليزي والكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده. بس اللي انا عايز اكلمك فيه بقى هي المحاضرات نفسها. يعني انت هتلاقي نفسك ان في حريه زياده شويه. انت دلوقتي محدش اصلا مهتم انت فين ولا في سنه كام ولا بتعمل ايه ولا درجاتك اصلا في اخر السنه هتبقى سنه كام. انا لغايه دلوقتي محدش سالني انا عملت ايه في اول سنه اصلا. المهم ان هي اللي انا عايز اكلمك عليه وهو حضور المحاضرات. انت لما مع الحريه اللي معاك وان انت مش ملزم بقى ان انت تحضر وكده، هي بصراحه مش حريه قوي كده. يعني انت عندك درجات، عندك الحضور عليه درجات والسكاشن عليها درجات، وكل سيكشن فيه اساينمنت في الغالب، فانت بتحتاج ان انت تحل الاساينمنت ده عشان تاخد درجات. بس في نفس الوقت برضو يعني انت حضرت هتاخد الدرجات، ما حضرتش مش هتاخدها. واللي هو يعني بصراحه مش هتحس ان هو ذا اهميه كبيره. يعني صح احنا كنا بنذاكر في ثانوي جدا جدا، بس دخلنا الكليه بقى تلاقي الدنيا ايه، مش المذاكره مش اهم حاجه، فاهمني؟ فانت مش هتلاقي نفسك ان انت عايز تحضر على طول او مضطر انك تحضر على طول. وده بالنسبه لي اثر في ان انا ما كنتش بحضر حرفيا اي محاضرات خالص. يعني بالنسبه لاول اسبوع انا تقريبا حضرت اول اسبوع بس، ومش فاكر ان انا حضرت التاني في الكليه غير على الامتحانات مثلا. فخلينا اكلم نفسي دلوقتي بقى واقول هو ليه اصلا المحاضرات مهمه والمفروض ان انا كنت اروحها والمفروض ان انا احضرها في تانية اصلا وما كنسلتش زي ما انا كنسلت في اولى كده. اول حاجه وان هو الدكتور، يعني دلوقتي في دكتور والدكتور بيشرح، ونفس الدكتور اللي بيشرح ده هو اللي بيحط الامتحان. فمهم ان انا افهم هو اصلا بيفكر ازاي وطريقته في الاسئله ازاي، عشان في الغالب الاسئله اللي بتيجي في الامتحان بتكون موجوده في المحاضره. فانا لما احضرش الشرح بتاعه ومثلا اذاكر هو شرحه ده من مكان تاني او من على يوتيوب او كده، فانا تقريبا مش عارف اي حاجه عن الدكتور قالها. وايوه شرح الدكتور غير شرح اللي بيشرح على يوتيوب، ودي حاجه يعني مش عارف هما بيعملوها ازاي، بس هي فعلا بالظبط كده. فاول حاجه وهي ان الامتحان بيجي من الدكتور بيقوله، فانت مضطر تحضر عشان تفهم الدكتور هيقول ايه، عشان ده اللي هيجي في الامتحان مش اللي موجود في الكتاب بالظبط كده. فبشكل عام المحاضرات فعلا مهمه ولازم ان انا كنت احضرها، وما كانش ينفع اللي انا بعمله ده عشان درجات يعني زي الزفت بسبب اللي انا كنت عملته ده. فاول حاجه المحاضرات ما ينفعش ما تحضرهاش. حلو. وبالمناسبه بقى يعني انت دلوقتي خلاص انت بقيت بتحضر المحاضرات وكده، حلو، فهتلاقي انك مش مضطر تذاكر، فمش هتذاكر. وهنا بقى دي هتبقى مشكله. يعني بص، منهج ثانوي كان كبير، حلو، كان كبير جدا. انت كنت بتاخد على مدار السنه كلها وبتذاكر وبتراجع وبتاع عشان تمتحن امتحان واحد في اخر السنه. فالمنهج كان كبير. لما تخش الكليه هتلاقي المنهج بتاعها ترم واحد كام اسبوع بتاع، فهتلاقي ان تحس ان هو صغير جدا كده. فالمحاضره الواحده انت هتاخد فيها قد ايه؟ مثلا قانون و3 4 5 6 10 مسائل، سهله ولا حاجه حرفيا. فالاحساس بتاع الولا حاجه ده هيخليك تفضل تاجل المحاضره، تاجلها لغايه اما انت تلاقي المحاضره الثانيه جت وانت لسه ما ذاكرتش الاولى. وده هيحصل والله، لا يحصل، وافتكر الكلام ده. فدلوقتي انت لما تذاكر القانون ده بالكام مساله اللي انت خدتهم هتاخد منك كام وقت في اليوم؟ مثلا نص ساعه، ساعه بالكتير. بس انت بعد الكلام اللي انت ذاكرته ده هتقدر تفهمها وهتقدر تذاكرها وهتكون فاهمها وتقدر تحل عليها اي مساله. وغير كده وقت مثلا ما يجي ميعاد الامتحان وكده هتقدر تراجع عليها بسرعه، اسرع بكتير من ان انت لما ايه تكون ما ذاكرتهاش اصلا. على عكس بقى لما تراكم كل المحاضرات بتاعت الماده دي كده 5 6 محاضرات مثلا، وتيجي بقى قبل الامتحان بيوم واحد بس وعايز تذاكر ده كله المره الاولى، هتلاقي الدنيا بتعك معاك وهتلاقي انك مش فاهم اصلا نص اللي انت
عملته ده ويا دوبك هتخش الامتحان هتنجح بالعافيه. فانت مش عايز كده، انت يعني مش مضطر انك تعمل كده، وفعلا ده اسوأ موقف انت ممكن تحط نفسك فيه. فاللي انت المفروض تعمله هو انت دلوقتي خدت المحاضره، اقعد يا عم نص ساعه خلصها، نص ساعه حرفيا. فاهم حاجه بعد انك تحضر المحاضرات دي هي انك تذاكرها، خلي ده في دماغك. بما اننا بنحضر الغروب وكده، فبص الغروب عامل ازاي. مش صحراء، لا مش صحراء، ده التل عندنا، احسن مكان ممكن تقعد تذاكر فيه في هوا بقى، والجو جامد هنا. فيعني ايه، استنى بس اظبط الكاميرا. تاني حاجه بقى عايز اكلمك فيها، وهي الصداقات، صحابك والناس اللي انت هتتعرف عليهم في الجامعه. زي ما قلت الجامعه وثانويه هي مرحله انتقاليه، واكيد الكل عارف ان انت دلوقتي انت دخلت معظم الناس اصلا اللي انت عارفهم من اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي مش هيكونوا معاك في الكليه. تقريبا ما فيش ولا واحد معانا في الكليه اعرفه اصلا. انا داخل الكليه كنت واحد جديد تماما، كاني طالع من الحضانه وداخل اولى ابتدائي. بالعكس كمان، ده انا كنت ببقى عارف ناس في الحضانه مش عارفهم، يعني عارفهم معايا في اولى ابتدائي، فاهم؟ بس الجامعه لا، انت حرفيا جديد، شخص جديد وسط ناس كلها جديده. فانت محتاج انك تكون صداقات، عشان زي ما قلت المذاكره مش هي اهم حاجه في فتره الكليه. اهم حاجه في فتره الكليه هي انك تاخد تجارب اكتر وتخوض تجارب اكتر، وحذر فذر كده مين اللي هيساعدك انك تخوض تجارب اكتر؟ صحابك. ففي البدايه انت داخل دلوقتي الكليه، الكل مش انت بس عنده نفس الشعور ده. معظم الناس مش عارفه ولا واحد في الكليه، حلو، ودلوقتي انت لوحدك، زي ما كل واحد بالظبط في الدفعه بتاعتك حاسس انه لوحده. فهتلاقي الكل بيحاول ان هو يكون صداقات وكده. فانت لازم تكون بتحضر المحاضرات في الاول عشان تعرف تكون شويه صداقات حلوين، عشان هم فعلا يعني الكليه من غير صحابك والله ولا حاجه، والله ولا حاجه. يعني ما تروح الكليه حرفيا. بص بقول لك حاجه، هتبقى غريبه، انت هتبقى غريب في مكان غريب وحواليك ناس غريبه، ومش هتحب الكليه لغايه لما تعمل صحاب. فخليها في دماغك كده، الكليه من غير صحاب ولا حاجه. وانا وقعت في الحوار ده عشان انا بدات طبعا زي ما قلت لك ان انا ما كنتش بروح اصلا، ويا دوبك كنت بحضر المحاضرات وكده. فانا تقريبا في الترم الاول من سنه اولى انا ما كنتش اعرف ولا واحد في الكليه حرفيا، ولا واحد في الكليه كنت اعرفه كان صاحبي مثلا. فما تعملش كده، يعني انا شايف ان انا عملته ده غلط، ومهم جدا انك تعمل صحاب عشان هم اللي هيخليك الكليه ليها معنى اصلا. فاعمل صداقات. طيب انت دلوقتي حضرت المحاضرات وذاكرت المحاضرات دي اول باول، وكونت صداقات وصحاب، بقيت انك بتخوض تجارب اكتر معاهم وبتخرج اكتر وبتشوف الجامعه بشكل مختلف حرفيا. فدلوقتي ايه بقى اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ ايه الغلطه الثالثه اللي انت ممكن يعني ما تقعش فيها، عشان هي اكتر حاجه اصلا هتبوظ لك السنه اولى او الفتره بتاعت الكليه بالذات، وهي انك تحط هدف معين في الفتره دي. وكونك لسه طالع من ثانوي وبين الكليه وثانوي ولسه بقى التنسيق ولسه محدد الكليه، والله اعلم انت داخل كليه انت اصلا بتحبها ولا ما كانتش في دماغك اصلا انك ممكن تدخلها. اسهل حاجه في الفتره دي، فترة أول سنة، هي إنك تتوه، هي إنك ما يكونش عندك أي هدف أو حاجة أنت عايز تعملها أو عارف أنت عايز تعمل إيه. وأنا شخصيا وقعت في الحوار ده، وقعت في نص الكلام ده. الكلية في الأول المواصلات كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لي، عشان في الأول كانت بتاخد معايا 3 ساعات مواصلات، لغاية طبعا ما خسرت الكلام ده ولقيت طريق تاني بياخد 3 ساعة، وده كان حاجة اللي هو مايند بلوينج كده. المهم ان كان عندي مشاكل كتير في البدايه بصراحه، والمشاكل دي ادت ان انا تهت، ما كانش عندي حاجه معينه او هدف انا عايز اعمله، ما كنتش ملتزم باي حاجه لدرجه ان انا اصلا ما كنتش بروح الكليه. فما كانش في هدف معين. يعني حتى البروبلم سولفنج لما دخلت في الكوميونتي بتاعها ورحت المسابقه زي ما انت عارف لو شفت الفيديو اللي فات وكده، بتخيل دلوقتي لو انا مثلا انا كنت عارف البروبلم سولفنج بالمناسبه قبل ما ادخل الكليه، فبيجي في دماغي كده احتمال اللي هو انا دلوقتي لسه داخل الكليه اهو، سيف قبل ما يدخل الكليه هذا الشخص، حلو. فلو هذا الشخص بقى كان بيفكر ان هو يحط البروبلم سولفنج دي هدف، مثلا هدف في دماغه ان هو عايز يتاهل للمسابقه دي للاي سي بي سي مثلا، او على الاقل يتاهل من الكواليفيكيشن ده. فانا لو كنت حاطط الهدف ده في دماغي من الاول، مش انا كان ممكن ان انا اذاكر اكتر، اعمل مجهود اكتر، وكان ممكن اتاهل. محمد اطلع من الارض. كان ممكن اتاهل، كان ممكن اذاكر اكتر لو انا كنت حاطط ان ده هدف في دماغي. بس لا، يعني انا ما كنتش بذاكر اصلا، ما كنتش بذاكر بروبلم سولفنج ولا كنت مهتم بيها، عشان ما كانش عندي هدف. بجد كانت اكتر فتره حسيت بيها بالتوهان في حياتي كلها حرفيا. كان بيعدي مثلا ايام واسابيع من غير ما اصحى من النوم عارف انا هعمل ايه اصلا. كان يا دوبك بروح الكليه ولو بروح اصلا وبرجع من الكليه، ده اللي كنت بعمله.
فاللي عايز اقوله لك ان اسهل حاجه انت ممكن تعملها في الفتره دي هي انك تتوه. فعشان ما تتوهش مهم انك تحدد حاجه انت عايز تعملها، حاجه انت عايز تعملها. حتى مثلا لو انت عايز تذاكر مثلا، انت عايز تجيب ايه في كل المواد، عايز تجيب ايه بلس، فساعتها انت عندك هدف، ساعتها انت عندك تصحى في اليوم ده عارف انك مثلا انت عايز تذاكر كذا وكذا عشان في الاخر توصل للهدف اللي انت حاطه ده اللي هو تجيب ايه بلس. انا بقى لو كنت حاطط مثلا الهدف ان انا اذاكر بروبلم سولفنج كويس واتاهل، ان انا كان في دماغي ان انا اتاهل مثلا، مش كان زمان ذاكرت اكتر وكان زماني اتاهلت وكان زماني مش قاعد دلوقتي هنا بكلمك على الغلطات اللي انا عملتها في الكليه ودي كانت غلطه منهم. فبصراحه انا كنت اتمنى ان انا كنت اكون مركز في الاول ولا حد يقول الكلام ده ويكون عارف يعني الغلطات اللي معظم الناس بتقع فيها. ملخص سريع كده لاكتر حاجات اتمنى فعلا انك ما تعملهمش في اول سنه ليك في الكليه. اول حاجه انك ما تحضرش المحاضرات، مهم انك تحضر المحاضرات عشان دلوقتي الدكاتره مختلفه والامتحانات بتيجي من المحاضرات والمحاضرات مهمه فلازم تحضرها. تاني حاجه انك تذاكر اللي في المحاضرات دي اول باول. مذاكره المحاضره الواحده مش تاخد منك بتاع نص ساعه مثلا، فانت لما تذاكر المحاضره اول باول غير لما تكونهم كلهم ورا بعض هتلاقي نفسك مش فاهم حاجه. وهنا مش بس المشكله مش هتكون بس معاك في اولى، المشكله ان المواد دي تراكميه فاهم، فانت هتوصل تانية هتلاقي انك محتاج الحاجات اللي انت خدتها في اولى وانت اصلا ما كنتش مذاكرها، فهتلاقي الدنيا بدات تعك معاك. فمهم جدا انك تذاكر المحاضره اول باول وحاول ما تراكمش، يعني انت مش وراك اي حاجه في اليوم مهمه لدرجه انك تنسى كل اللي في دماغك مثلا وتقعد تراكم اللي عليك فاهمني. فخلي ده هدف من اهدافك انك تحاول ما تراكمش اي حاجه عليك في الكليه. حلو. تالت حاجه وهي انك مهم انك تكون صداقات. دلوقتي انت في مكان جديد، كل الناس حاسه ان هي غريبه في المكان ده، مكان جديد كله مختلف فيه مفيش حد تقريبا، معظم الناس مفيش حد معاهم ناس صحابهم وكده. فمهم انك تكون صداقات جديده، مهم انك تقدر انك في مكان جديد بيجمع تقريبا مصر كلها فيه. هتلاقي مثلا انا دلوقتي في بنها. حلو. يعني انا مش شرقيه ورحت بنها، اعرف ناس من حلوان وناس من شبرا وناس من اسوان تخيل. فانت دلوقتي في مكان حرفيا بيجمع تقريبا مصر كلها، فمهم انك تعرف ناس اكتر عشان ده يخليك تاخد تجارب اكتر وكمان هيزود فرصك، هتعرف حاجات اكتر بتحصل في الكليه وكده. فيعني انا مش محتاج ان انا اكلمك عن الصحاب عشان انا اسوأ حد يكلمك على العلاقات، بس اللي عايز اقوله لك انك مهم انك تعمل صحاب، ما تقعدش كده في ركن وتبقى لوحدك في الكليه، عشان الكليه عمرها ما هتبقى حلوه وعمرك ما هتحبها غير لما يكون ليك صحاب فيها. فمهم انك تعمل صحاب. ورابع حاجه وهي انك تحط هدف معين. فانت كشخص لسه مخلص سنه اولى وما كنتش محدد هدف، مش هيكون انت نفس الشخص ده اللي مخلص سنه اولى ومحدد هدف. هتلاقي نفسك مخلص حاجات اكتر بكتير وهتلاقي نفسك عامل انجازات فعلا انت تستحق انك تفتخر بيها مثلا وحاسس انك عملت حاجه بعد سنه. فايه ما تحصرش نفسك في حته ثانوي دي وما تخليش ثانوي في دماغك عشان انت دلوقتي عديت ودخلت مرحله جديده، فخلي ده في دماغك. وبس كده، دي تقريبا اكتر 3 غلطات انت ممكن تقع فيهم، فيعني حاول تتجنبهم هتلاقي الدنيا بدات تبقى معاك احسن بكتير جدا جدا. فانت ايه؟ سنة أولى. استنى بقى نعمل انترفيو مع عمك محمد. ايه يا عم محمد؟ تقول ايه يا اسطى؟ تقول ايه؟ أنا في سنة أولى. انت في سنه اولى؟ طيب هتشوف الفيديو ده وهتطبق الحاجات اللي فيه صح؟ هتعمل اللي انا قلت عليه بالظبط. عارف لو ما عملتش اللي انا بقول عليه بالظبط هديك علقه. سامع؟ انت بتعمل ايه؟ انت جبت منين ده؟ الارض مش بتاعتنا، سرقت الارض. ده ليه مش سرقت الأرض؟ امال ايه؟ سرقت الأرض. ايوه امال جبته منين ده؟ ده لقيته في الشجر ده. في الشجر؟ لقيت شجر فيه حبة صغيرين، ورد صغير وكمان شجر كبير وده صغير. عرفهولك؟ بصراحة ده من أحسن الأماكن تقريبا اللي عندنا في العزبة. يعني والله أنا بقول الحمد لله إن المكان ده موجود عندنا. كل ما بيبقى الجو حر وبتاع باجي هنا. بص هنا في تحس إن هي صحراء وهنا أرض بقى زراعية وكلها مكان للزراعة وكده، فاللي هو تحس إن هو مفارقة غريبة فاهم؟ أنت قاعد وسط صحراء ووسط حرفيا أرض إزاي؟ بص دي الأرض، عندك هنا مكان كله اخضر حرفيا وعندك هنا الناحيه التانيه صحراء حرفيا صحراء. ف يعني مكان جامد جدا جدا جدا. محمد مش عايز تقول حاجه؟ أقول إيه؟ قول اي حاجه. قول لي مين؟